زي ما شفت في عنوان الفيديو كده، تعالى اقول لك ازاي تربط اداه او موديل فلوكس على الفوتوشوب. ولو ما تعرفش موديل فلوكس فهو ببساطه اداه اي تقدر تعمل لك بيها الصور اللي انت شايفها دي كلها على الفوتوشوب. طبعا جنريتيف فيل لو جيت تستخدمها مش هتطلع لك نفس التفاصيل اللي انت شايفها دي، استحاله تطلع لك حاجه شبه كده. الاداه لسه عارفها بقالي كام يوم فقلت لازم نعمل عنها فيديو ضروري. الموضوع طبعا جميل جدا وهيوفر عليك وقت كتير، ومش هتحتاج بقى انت تستخدم جنريتيف فيل، لانه بصراحه مش هيطلع لك نفس اللي انت عايزه بالظبط. دايما بيطلع لك حاجات معوجه كده في قلب الصور. فتعال اقول لك بقى ازاي نحمل او نسطب موديل الفلوكس ده على الفوتوشوب. فمن غير ما اضيع وقتك حضر القهوه بتاعتك او اي مشروب انت بتحبه، ويلا بينا نبدا موضوع الفيديو على طول. اول حاجه هنحمل الموديل ده من على اللينك اللي سايبه لك في الديسكربشن. بعد ما تحمله هنخش على اللينك ده، برضه هسيبه لك في الديسكربشن. بعدين هتضغط على جيت ستارتد فور فري، وتضغط على ساين ان، تدخل بالايميل بتاعك عادي. هيفتح معاك الواجهه اللي انت شايفها دي. بص بقى عشان ما تتلخبطش معايا، هتيجي على اليوزر بتاعك هنا وهتيجي على حاجه اسمها اي بي اي، تضغط عليها وتضيف هنا اسم الموديل اللي هتستخدمه اللي هو فلوكس، واضغط كرييت. هيجيب لك الكود او الاي بي اي ده، اعمل كوبي من هنا كده خليه معاك كوبي. وبعدين هتيجي على الفوتوشوب، عايزين الصوره دي مثلا نخليها عكس ما هي موجوده بالظبط، يعني دي مثلا موجوده في جليد. فكل اللي هتعمله ببساطه هتسلكت هنا كده تمام على الصوره كلها، طبعا عشان احنا عايزين نغير الصوره كلها. ماشي. طب احنا دلوقتي هنكتب على ترانسليت تغيير الصوره الى جبال في جو صيفي وسط الغابات والشمس ساطعه بالبلدي خالص. تمام. هناخد بقى الكلام ده كوبي، وهنيجي على فايل سكريبت ونختار براوز، ونختار الموديل اللي احنا حملناه دلوقتي من اللينك. تمام. طبعا لو لسه بتستخدمه لاول مره هيظهر معاك بالشكل ده كده. فهتجيب الاي بي اي اللي احنا عملنا له نسخه دلوقتي من الموقع اللي هو ده. تمام. نعمل كوبي تاني اهو، ونضيفه هنا كده، ونضغط على تيست اي بي اي كي. طب دلوقتي انا هضيف البرومت. تمام. وهضغط على اب سكيل دي عشان يعمل لي الصوره اب سكيل. والخيار اللي فوق ده لو انت عاوز تفتحه في فايل تاني او تعمل الابديت ده في فايل تاني، او الحاجه اللي هتعملها جنريت تبقى في فايل تاني. ولكن انا مش عايزها دلوقتي، انا هضغط جنريت على طول. وهتستنى مثلا من دقيقة لدقيقتين أو ممكن أقل على حسب الصورة نفسها، ونشوف هيطلع لنا الشكل عامل ازاي. طبعا ما تتخضش، هتلاقي الفوتوشوب واقف معاك، هيطلع معاك بلون اسمر زي ده كده، وبتفضل تروح وتيجي وتحس ان الجهاز بيهنج، ولكن ما تقلقش، هي كده الصورة بتحمل. ودي النتيجة اللي طلعت دلوقتي زي ما انتم شايفين كده. الصورة اتغيرت تماما 180 درجة. والحلو هنا بقى ان هتلاقي شكل الدب ده مثلا نفس الشكل هنا بالظبط، مفيش فيه اي تغيير خالص او تغييرات بسيطة خالص جدا يعني. فطبعا انت لو جيت تعمل الكلام ده بجنريتيف فيل على الفوتوشوب مش هيطلع بنفس الدقة. طب تعالى نجرب كده ونشوف. طيب احنا دلوقتي هنجيب جنريتيف فيل اهو، هنعمل سيلكت على كل الكلام ده. تمام. ونحط له برضو نفس البرومت، ونضغط جنريت ونشوف. شوف مفيش طبعا مقارنة نهائي خالص، جاب لك حاجة غير اللي انت محتاجها اصلا. ولو فاكرين جنريتيف فيل دي يوم ما اتضافت على الفوتوشوب قعدنا يوم ما كنا مبسوطين قوي يعني. ولكن في وسط التطورات اللي بتحصل دلوقتي دي، فدي يعتبر احسن اداة اي اي نستخدمها على الفوتوشوب. طب نجرب الصورة دي ونخليها برضو مثلا في اجواء جليدية او كده. قم بتغيير الصورة الى جو جليدي وجبال جليدية مع اضافة افكت مثلا دوج اند بيرن. ونعمل سيلكت برضه على الصورة كلها كده. وهنيجي تاني على فايل سكريبتس وبراوز، وهنختار نفس الموديل تاني، ونضيف البرومت ونعلم على الابسكيل ونضغط جنريت. طبعا انا لسه بجرب الحاجات دي معاكم لاول مره، فانا لسه مش عارف النتيجه هتبقى ايه اصلا، فهنشوف سوا دلوقتي. طب والله عظمه، يعني شايفين النتيجه طالعه عامله ازاي؟ يعني حاجه جامده جامده جدا يعني. استحاله ان جنريتيف فيل او اي حاجه على الفوتوشوب تحديدا تطلع لك بنفس الطريقه دي كده. شوف دي الصوره قبل ودي الصوره بعد. حتى لو تلاحظ هنا حواف المنتج شوف هنا عامله ازاي، هنا برضو نفس الكلام. فالصوره طالعه بالظبط. تعال نجرب حاجه تانية. طيب الصوره دي مثلا عاوزين نخليها فوق الاهرامات، يعني مثلا الطياره الهليكوبتر دي والازازه يبقوا فوق الاهرامات نفسها. فتعال نجرب كده ونشوف هل هتنفع ولا مش هتنفع. هنيجي هنا برضو تاني على حبيبنا ترانسليت، ضيف الطائره والزجاجه فوق الاهرامات مع تغيير الجو لشكل يناسب جو مصر والأهرامات. كفاية كده. فهنسلكت على الصورة كلها برضو كده. ماشي. وهنيجي على فايل برضو نفس الكلام، نفس الخطوات اللي بنعملها على طول. براوز، نضغط نختار الأداة ونضيف البرومت وأبو سكيل جنريت. يعني شايفين حتى الفرق في، يعني بص على الطيارة والإزازة كده، نفس التفاصيل الكلام نفس كل حاجة بالظبط. تمام. يعني شوف الفرق ده قبل
وده بعد. والطياره نفسها برضو الريفليكشن بتاعها مناسب مع الجو مع الاضاءه اللي موجوده، فجامد قوي بصراحه الكلام ده. خلينا الاول نجرب دي كمان. صوره زي ما انتم شايفين كده حواليها تلج وجو جليدي كده، فاحنا هنعكس الكلام ده خالص بقى. طب دلوقتي حصل مشكله ان الرساله دي ظهرت بسبب ان الكريدت اللي معايا خلصت اللي في بالاكونت اللي انا بستخدمه، فاستخدم الاكونت الجديد اللي انا مسجل بيه معاكم دلوقتي في اول الفيديو. وكويس ان المشكله دي ظهرت في الفيديو، بحس انك تبقى عارف تتصرف ازاي بعد كده. وهتستخدمه بنفس الموديل عادي مفيش مشكله، اهم حاجه بس الاكونت نفسه او الاي بي اي هو اللي يتغير، لان كل اكونت له اي بي اي مختلف ولكن بنفس الموديل عادي اللي احنا محملينه. فهدخل دلوقتي على الموقع اللي احنا عاملين بيه الاي بي اي، وهعمل كوبي للاي بي اي كده زي ما انتم شايفين. هاجي على فايل واختار سكريبتس، نفس الخطوات اللي عملناها في اول الفيديو، واختار الموديل وهاجي على سيتنج واعمل بيست للاي بي اي واضغط ابديت. هناخد كوبي للوصف ده ونضيفه هنا كده، ونقول له ونعلم على اب سكيل ونقول له جنريت، ونستنى ونشوف النتيجه. طبعا مفيش حاجه اجمد من كده. شايفين الصوره قبل وبعد؟ فرق كبير جدا بصراحه، صعب انك تعمله باي اداه اي اي على الفوتوشوب تحديدا. نفس الشرح اللي انا قايله بالظبط، الشمس من ورا المنتج بالغبار يظهر هنا، معرفش ظاهر على الشاشه عندك ولا لا. تمام، وكل حاجه زي ما انا قايل له بالظبط. عجيب هنا ان في المستقبل هتبقى الادوات كلها متوفره معانا، هيبقى شغلك وتركيزك الاكبر على التفكير او الفكره، ازاي تطلع فكره كويسه تقدر ان انت تستخدمها، تكون حاجه يونيك او حاجه فريده مش موجوده قبل كده. الشغل الاكتر بعد كده هيبقى في الفكره نفسها مش في استخدام التول. خلاص التولز او الادوات كلها موجوده معانا اوريدي اصلا. نسيبنا من الفيجوالز خالص بقى ونجرب التيشيرتات او اي ملابس في اي صوره، ونجرب برضو نحاول نطلع منها افكار او نطلع منها حاجات مختلفه. فهنيجي مثلا على التيشيرت ده، تمام، نعمل سيلكت عليه كده ونقول له مثلا غير التيشيرت لون ابيض، ونطبق نفس الخطوات، نستنى بقى ونشوف. زي ما انت شايف كده طبقت بكل سهوله. ولكن لو لقيت حاجه في اخطاء شبه دي كده مثلا، هتيجي بالبراش عادي على الماسك وتشيلها بالراحه كده. يعني ده قبل وده بعد، قبل بعد قبل بعد. طيب دلوقتي لو انا عايز اطلع التيشيرت ده في صوره لوحدها بخلفيه بيضاء عشان مثلا ابيعه، مثلا ابيع التيشيرت ده او اعرضه على اي ستور او اي حاجه، فممكن اعمل سيلكت على الصوره تاني كده واكتب هنا مثلا، هقول له هنا طلع التيشيرت فقط من الصوره باسلوب عرض المنتج على خلفيه بيضاء، وناخد كوبي ونطبق نفس الخطوات ونطلعه المره دي في دوكيمنت او في ملف جديد. تمام، ونقول له جنريت. طيب انت عاوز ايه اكتر من كده؟ يعني دلوقتي التيشيرت اللي انا لابسه عادي اهو، تمام، نفسه هو التيشيرت بنفس الخط ونفس كل حاجه موجود هنا، حتى بنفس التكستشر او الملمس او الخامه نفسها بتاعت التيشيرت. يعني هتعمل زوم هنا كده، نفس الكلام برضه هنا، نفس الخامه بالظبط ونفس كل حاجه. فدلوقتي تقدر انك تعمل اي حاجه خاصه بالملابس او الاحذيه مثلا، محافظ، ساعات، شنط، اي حاجات من دي، وتطلعها في صوره لوحدها وتستخدمها في اي ستور. مثلا لو اي كلاينت جالك او اي حاجه قال لك انا عاوز تيشيرت زي ده، طلعه لي في صوره بخلفيه بيضه مثلا، فبكل سهوله تعمله بالطريقه دي. طيب انا دلوقتي عاوز اجرب معاك حاجه مختلفه تماما عن اللي احنا عملناها خالص بقى. احنا هنعمل مثلا الايد دي كده، هنعمل سيلكت عليها، تمام، على الايد كلها كده زي ما انت شايف. هديله امر بانه يحذف الايد من الصوره مع الحفاظ على باقي الصوره. الصوره فيها وشي وفيها ايدي وكل حاجه، هو بعمل كده علشان اشوف قوه الاداه دي واصله لفين. زي ما انت شايف كده دي النتيجه اللي طلعت معانا، مش افضل حاجه طبعا خالص يعني، ولكن هحاول امسح الحواف دي شويه بالبراش كده ونشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي في الاخر. تمام. انا كان تركيزي الاكبر مش على التيشيرت ولا على اي حاجه، كان تركيزي على معالجه الصوره نفسها من الوش من هنا كده. فزي ما انت شايف هي عالجتها بنسبه 90%، يعني مفيش بس غير الحته دي اللي موجوده ممكن نعالجها اصلا. يعني ممكن نعمل عليها سيلكت كمان كده وتتعالج عادي، بس انا مش هعدلها عشان الكريدت ما تخلصش مني، ولكن هعدل الشعر ده. نيجي على الشعر كده ونعمل عليه سيلكت، تمام، وهقول له يحول الشعر للون ابيض. زي ما انت شايف دي النتيجه اللي طلعت معانا. تمام، دلوقتي الصوره قبل ودي الصوره بعد. وبعد شويه تعديلات كده ظبطت الجزئيه اللي كانت بايظه هنا، تمام، ومسحت طبعا الكلام اللي كان موجود لانه ما هوش واقعي خالص. الايد كانت مداريه على الكلام فطلع كلام مختلف تماما عن اللي كان موجود اصلا، فحذفناها ملهاش لازمه يعني. ولكن كان هدفي ان انا بجرب معاكم الموديل ده ونشوف هنطلع بنتائج عامله ازاي. وبكده وصلنا لاخر الفيديو بعد ما جربنا الموديل ده. انت كمان جرب، ولو عاوز تشاركني النتائج اللي طلعت معاك ممكن تبعتها لي على جروب تليجرام، هسيب لك برضه لينك الجروب في الديسكريبشن. بشوفكم الفيديو الجاي، سلام.